السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحاكي. حلقة النهاردة هي قصص حقيقية حدثت بالفعل، وقام بإعداد الحلقة الكاتب المميز يونس الحداد. أنا بشكره شكر خاص، ولو عندكم تجارب حابين تشاركوها معانا تواصلوا معايا على الصفحة الشخصية فيسبوك، هسيب لكم الرابط في الوصف. ولو أول مرة معانا انزل اشترك في القناة، وما تنسوش اللايك والشير في كل مكان. بس كده ويلا بينا نبدأ الحلقة. مساء الخير عليكم جميعا. النهاردة حابب احكي لكم عن موقف غريب شوية. هو في الحقيقة ما حصليش انا شخصيا، بس حصل لصديقي المقرب خالد. حكالي خالد انه هو صغير في السن حوالي 8 سنين مثلا، كان في مناسبة عندهم وكانوا في بيت جدته، والبيت ده كان عمارة كبيرة اكتر من دور، وكلها كانت ملك لجدته. فوالدته كانت في الشقة اللي في الدور الأرض بتلبسه علشان المناسبة، وبعد شوية حد نده عليها من فوق، فطلعت لدور أو دورين وسابته لوحده في الشقة على السفرة اللي في الصالة، واللي كانت موجودة قصادها طرقة كانت بتوصل بين المطبخ والحمام. أمه قالت له خليك مكانك هشوف عايزين ايه وارجع لك. خالد قال لي ان بعد شوية من طلوع والدته لفوق شاف واحدة ست كانت لابسة اسود في اسود، وكانت بتعدي وطالعة من الحمام رايحة للمطبخ. وفي وقت ما هي بتعدي اخدت بالها منه، فبصت له بصة كلها غضب وقالت له هي نوال ازاي تسيبك لوحدك هنا وتطلع؟ واسم نوال ده كان اسم والدته. وبعدين الست دورت وشها وكملت في طريقها للمطبخ. على حد وصف خالد للست دي، وشها كان مرعب ومخيف قوي قوي، لدرجة انه لا مؤاخذة عملها على نفسه. ووالدته لما نزلت اضطرت تلبسه هدوم تانية غير اللي اتبهدلت. خالد وصف شكلها كالتالي: عيونها كانت سودة بالكامل ومفيهاش اللون الابيض، وبشرة وشها عليها قشور زي جسم السمك، وكانت سنانها حادة ولونها اسود. طبعا خالد فتح السرينة وهاتك يعيط لحد ما امه نزلت، ولما حكالها على اللي شافه قالت له ما تخافش، دي ست طيبة قوي وعايشة معانا هنا، وما تقلقش هي ما بتأذيش حد. خالد لما كبر بقى اكتشف ان الشقة اللي في الدور الارض دي غريبة، خصوصا الحمام والمطبخ والطرقة اللي بينهم، لو تركب فيهم اي لمبة بتفرقع لوحدها، وكمان محدش يجرؤ ينزل الشقة دي بعد صلاة العشاء. بيقول ان دايما بيطلع منها اصوات زي حركة وترزيع من الساعة 2 للساعة 3 قبل الفجر. والغريب ان جدته وعيلته كلها متعايشين مع الموضوع، وشايفين ان الوضع ده عادي جدا، وكأن بينهم وبين الكيان ده عهد، مش هنأذيك ولا تأذينا. علشان كده والدته قالت له دي ست طيبة قوي عايشة معانا هنا وما بتأذيش حد. وعشان كده الكيان ده كان عارف اسم والدته، وقالت له ازاي تسيبك لوحدك هنا. الملفت ان خالد صاحبي ده كانت دايما بتحصل له مواقف ليها علاقة بما وراء الطبيعة، وانا شخصيا جمعني بيه موقف مرعب منهم. وانا في تالتة ثانوي كنت علم رياضة، وكان خالد صاحبي ده علم علوم، فكنا بنذاكر مع بعض فيزياء وكيمياء واللغات، لان زي ما انتوا فاهمين كانت دي المواد المشتركة بينا. وكان عندنا زميل تالت كان علم علوم برضه، كان اسمه ابراهيم، وكنا بنذاكر مع بعض كلنا المواد المشتركة دي. ابراهيم ده بقى عاش طول حياته ما شافش ابوه، لانه كان طول عمره في الخليج، ولما رجع من الخليج كان ابراهيم في اولى ثانوي.
وياريت لما رجع أخد عيلته في حضنه وعوضهم عن سنين الغربة اللي كان بعيد عنهم فيها. لا بالعكس، هو حكالنا إن لما أبوه رجع كان منطوي وقافل دايما على نفسه أوضته، بيقعد فيها بالساعات ويقرأ كتب غريبة، وكان دايما بيطلع من أوضته ريحة بخور. إبراهيم كان لسان حاله طول الوقت إنه مين أصلا الراجل الغريب ده اللي جه فجأة ودخل حياتنا وبيعمل الحاجات الغريبة دي. وأبو إبراهيم كان عنده روتين يومي ما بيغيرهوش، وكان من ضمن الروتين ده إنه من غروب الشمس لبعد العشاء بيخرج من البيت وبيروح يقعد في كوخ على تفريعة من تفريعات النيل، لكن عندنا إحنا بنقول قاعد على البحر، لأن النيل عندنا بنسميه البحر ومعرفش السبب بصراحة. المهم، إبراهيم في يوم خلاه خرج من البيت ودخل هو الأوضة علشان يلاقي فيها كتب سحر. كان بيقول إنها نسخ أصلية وقديمة جدا، وكمية وأنواع كتير من البخور وما إلى ذلك من أدوات السحرة. وعلى حد وصفه كانت ريحة الأوضة قذرة بشكل ما يتوصفش. حتى إبراهيم بعد كده هو كمان بقى ليه روتين يومي زي أبوه. مع خروج والده كعادته كل يوم كان هو بيدخل الأوضة يقرأ في الكتب دي، وبقى بيحكي لنا عن كل اللي بيقراه، وبصراحة بقينا بنخاف منه قوي. وفي يوم من الأيام واحنا قاعدين في بيت خالد بنذاكر أنا وهو وإبراهيم، خالد اتنمر على إبراهيم بسبب إن وزنه كان زيادة، وفعلا ضحكنا وقتها. لكن بصيت لإبراهيم لقيته زعل جامد، فاعتذرت له بالنيابة عن خالد وقلت له احنا بنهزر يا معلم، وعموما خالد مش هيكررها تاني. قعد معانا شوية صغيرين وبعدها مشي، وانا كمان مشيت بعده بربع ساعة لان المغرب كان خلاص أذن وكان لازم اروح علشان والدي ما يزعقليش. وسيبنا خالد لوحده في الشقة. خلوني اوصف لكم الشقة اللي كنا بنذاكر فيها. البيت كان عبارة عن حتة ارض كبيرة واتبنى عليها عمارتين جنب بعض. العمارة الأولى كانت 4 أدوار وملك أبو خالد، وعمارة مقابلة ليها برضو 4 أدوار، لكل عمة من عمات خالد شقة من شققها، وكان كل دور فيه شقة واحدة بس. فعمارة عماته دي ما كانش حد بيقعد فيها الفترة، لأن عماته كلهم متجوزين وكمان ما بيجوش لشققهم دي غير في المناسبات وبس. والشقة اللي كنا بنذاكر فيها دي كانت واحدة من شقق عماته، وكنا بنقعد فيها علشان من ناحية ما نكونش بنزعج أهله، ومن ناحية تانية نعرف نركز. المهم تاني يوم الساعة 9 الصبح رحت لخالد البيت ولقيته نايم على السرير، وكان أبوه وأمه جنبه، ولقيت على إيده ضمادة ومركب محاليل. سلمت عليهم وبعدين سألت أبوه قلت له هو إيه اللي حصل؟ ده أنا كنت سايبه امبارح كويس جدا. قال لي إنه الساعة 1 تقريبا سمع خالد بيصرخ وبينادي وبيقول يا بابا يا بابا، فطلع لقاه مرمي في الحمام وقطع شرايين ايده، وكمان واخد علبة دواء كاملة من دواء القلب بتاع امه. بس الحمد لله جابوله الدكتور وعمل له غسيل معوي. خالد لما بقى كويس يمكن بعدها بأسبوع مثلا سألته وقلت له انت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ قال لي بعد ما انتوا نزلتوا قعدت اذاكر شوية، ولما الساعة جت 12:30 التليفون الأرض رن فقمت أرد عليه. لقيتك بتكلمني بصوت كله خوف وبتنهج وبتقولي خالد أنا اتخانقت مع أبويا وواقف ورا بيتك، افتح الشباك وبص هتلاقيني. وقفلت السكة على طول. الشباك ده بقى كان بيطل على مكان ضلمة، وكان ورا بيتهم أصلا أرض زراعية كبيرة، وبعد الأرض دي بمسافة كان في مقابر. خلونا نرجع للي قالهولي خالد. كمل كلامه وقال أنا فتحت الشباك وبصيت بس ما لقيتكش وما لقيتش أي حد، وفضلت أنده عليك ومفيش أي رد. وبعدين سألت نفسي هو إزاي أصلا أنت بتكلمني وأنت تحت وأنا عارف إن موبايلك أبوك واخده منك من مدة كبيرة. نزلت تحت أبص عليك ما لقيتش أي حاجة. فضلت أبص على الطريق بين بيتي وبيتك، قلت يمكن تكون لسه جاي في الطريق مثلا، بس برضه مفيش حد.
في الاخر زهقت وطلعت وحاولت ارن عليك، بس انت ما كنتش بترد عليا، فقلت هرجع اكمل مذاكرة. وكنت بدور على الورق اللي كنت بذاكر فيه، بس والله العظيم لقيته اختفى. دورت في كل مكان، تحت الكنبة وتحت الكراسي، قلبت البيت وما لقيتش الورق. فقلت ادخل اغسل وشي يمكن افوق شوية. وانا في الحمام قدام المراية في حاجة قالت لي، او زي فكرة كده جت في دماغي، ان اقطع شراييني. ومش بس كده، ده انا انزل الاول اجيب دواء القلب بتاع امي، وبعدين اخده كله، وبعدين ابقى اقطع شراييني. وعملت كده ومعرفش ازاي اساسا عملتها. وفي اثناء ما انا خلاص بفقد الوعي، عقلي رجع لي تاني وصرخت باعلى صوتي، قلت يا بابا الحقني بسرعة. وبس كده، ده كل اللي حصل. الغريب بقى ان انا ما كلمتوش، وهو اقسم بالله ان ده كان صوتي، واني كلمته وقلت له بصلي من الشباك اللي ورا بيتكم، وان هو مش هيتوه عن صوتي نهائي. والحقيقة ان مفيش اي حاجة من دي حصلت والله، لان في الوقت ده انا تقريبا كنت في 7 نومة. واحنا قاعدين بنتكلم وبيحكي لي، جات لنا مكالمة من ابراهيم على التليفون الارضي. قال لي فيها كده بالحرف: اللي حصل لصاحبك ده قرصة ودن بسيطة علشان يبقى يتنمر عليا تاني. خالد قال لي مين بيتكلم؟ من صدمتي قلت له النمرة غلط. الغريبة ان ابراهيم واهله كلهم اختفوا بعدها ومحدش شافهم تاني. ولما سألنا الجيران اللي جنبهم في الشارع قالوا لنا دول كلهم سافروا الخليج. انا لحد دلوقتي مش قادر افهم اللي حصل ده، وكمان مش عارف هل ده كان حلم مثلا بالنسبة لي. ما انا مش قادر اصدق ان ابراهيم او حتى ابوه ممكن يكونوا سحرة مثلا ويقدروا يتسببوا في اذية الناس. طب ممكن يكون ابوه اللي اتعلم السحر في الخليج على يد اي حد هناك، انما ابراهيم ازاي قدر يعمل كده؟ ولا مين اساسا اللي يقدر يخلي خالد يعمل في نفسه كده؟ بصراحة انا حبيت احكي التجربة دي، وانا عارف ومتأكد ان فيها كتير جدا من اللامنطقية، او يمكن علشان مش قادر استوعب ان السحر بقى عادي جدا وسهل وسريع قوي كده. عموما الحكاية دي حصلت في 2013، ومهما عدت عليا السنين مستحيل انساها. ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا، وربنا ينتقم من كل مؤذي. السلام عليكم يا مصطفى، أنا عندي 53 سنة ومن مصر، من محافظة الدقهلية، أو بالتحديد يعني من بلد ريفية صغيرة تابعة للمحافظة. وبعد إذنك مش مهم اسمي في القصة. ابتدت قصتي وأنا عندي 13 سنة. كنا وقتها في الشتاء، وكانت الكهرباء لسه ما وصلتش لكل البلد أو القرية اللي أنا فيها. وفي يوم كانت الدنيا برد جدا، والشتاء كان مالي كل حتة حوالين بيتنا الصغير، واللي كان عبارة عن بيت بالطوب الطيني أو الطوب الني زي ما بنسميه إحنا في الأرياف. المهم كانت أمي ست كبيرة نظرها ضعيف وعلى قدها، وكانت قاعدة جنب لمبة الجاز، وأنا وإخواتي الستة كنا قاعدين حواليها. وفي الوقت ده كان والدي مسافر بلد عربي. وإحنا قاعدين أختي الوسطانية قالت لأمي أنا جعانة، وأمي لما جت تقوم علشان تعمل لها أكل وقعت لمبة الجاز واتكسرت، وفي لحظة ما بقاش حد في البيت شايف أي حاجة. أمي الله يرحمها قالت لي قوم يا ابني هات اللمبة التانية من الأوضة. بس المشكلة ما كانتش هنا، ولا في إني مش شايف ومش هعرف ألاقيها. المشكلة إن اللمبة التانية ما كانش ليها إزازة، وفعلا رحت وجبتها لأمي وولعتها. بس الدخان بتاع الجاز خنقنا جدا أنا وإخواتي، وبدأنا نكح بطريقة صعبة وباستمرار. وقلت لأمي أنا بموت من الكحة ياما، اطفي اللمبة بالله عليكي بقى، وأنا هروح البلد اللي جنبنا أشتري إزازة لللمبة واجي بسرعة. وفعلا ادتني فلوس وقالت لي روح بس ما تأخرش. ولسه بفتح الباب لقيت الجو ما يساعدش حد للخروج نهائي.
قالت لي اقعد يا ابني علشان خاطري وبلاش تخرج. قلت لها يعني هنفضل قاعدين في الضلمه كده انا واخواتي للصبح؟ لا انا هروح اجيب اللمبه واجي بسرعه ما تقلقيش. قالت لي طيب روح ربنا معاك. وانا في الطريق للقريه اللي جنبنا كان في ساقيه في الطريق بتاعت ميه، او بلغتنا المجموعه اللي بتروي الارض، وكان مكانها في نص المسافه اللي بين البلدين بالظبط. وانا رايح بقى سمعت صوت الساقيه بتلف لوحدها. لفيت وبصيت عليها وما لقيتش اي حاجه. قلت اكمل في طريقي، ولسه هتحرك سمعت صوت حد، كان صوت ناعم وهادي قوي. لفيت علشان اشوف الصوت ده جاي منين، وبمجرد ما لفيت وش الصوت اختفى. مش هكدب عليكم ابتديت اخاف والرعب مسكني، خصوصا في الوقت المتأخر ده وكمان كنت طفل. المهم قريت اللي حافظه من القرآن، او ممكن اللي جه في بالي ساعتها، وفعلا رحت جبت ازازة لمبة الجاز ورجعت. بس وانا راجع شفت الساقية بتلف برضه، ولا مؤاخذة من غير البقرة او الحيوان اللي بيتعلق فيها. وقفت وحاولت ادقق النظر حواليا كده يمكن الاقي حد بيروي ارضه، بس ازاي؟ ده حتى الهوا شديد جدا، وكمان المطر اللي نازل راوي الارض كلها، ميه جايه من عند ربنا من غير ما البشر ما تتعب في حاجه. وبصيت برضه ما لقيتش اي مخلوق. الرعب كان ماسك فيا ومش قادر اتحرك من الخوف، بس ما كانش قدامي حل تاني، لان ده الطريق الوحيد اللي بيننا وبين البلد التانية. وانا واقف وبفكر اعمل ايه جاتلي فكره اني هعدي، وساعه ما احس باي حاجه اقرا قرآن على طول او اطلع اجري. ولسه يا دوب هتحرك سمعت حد بينادي عليا تاني، وبصيت فعلا على مصدر الصوت، بس المره دي لقيت خيال بتاع واحده ست. كان صوتها ناعم قوي وهادي، كانت بتقولي تعالى ما تخافش. وبحركه خارجه عن ارادتي تماما لقيت رجلي بتتحرك وبتروح ناحيتها، وكل ما قرب منها كان شكلها بيوضح اكتر. وساعة ما قربت منها وما بقاش بيني وبينها غير يدوب كام خطوة بسيطة، لقيت نفسي اتخشبت من منظرها الجميل ونظرة عينيها. لكن الغريب بقى ان حسيت ان في المكان اللي هي فيه ده زي ما يكون حواليها نور قوي. وبعدها قالت لي تعالى وقرب ما تخافش، بس انا بصراحة خفت منها قوي ومرضتش اروح، وفضلت اقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الوقت ده كانت اختفت تماما. قلت طب الحمد والشكر ليك يا رب. ولما جيت امشي تاني لقيتها قاعدة فوق الساقية كأنها طايرة في الهوا، لكن لاحظت المرة دي انها لا مؤاخذة عريانة تماما زي ما اتولدت، وكانت بتجيب مية والله ما اعرف منين ولا ازاي وهي في الارتفاع ده. كانت بتجيب المية وتحطها على جسمها في عز البرد، وكأنها زي ما تكون حرانة او المية سخنة. وفضلت واقف مذهول من المنظر اللي قصادي، ودي كانت اول مرة بصراحة اشوف حاجة زي دي. ولقيتها بتبص ناحيتي بنظرة انا ما فهمتهاش بصراحة الا لما كبرت، اصل زمان يعني ما كانش فيه وعي وتفتح زي دلوقتي. المهم كانت نظرة اغراء علشان اروح لها، ولقيتها بتناديني باسمي. وقتها سألت نفسي هي عرفت اسمي منين وازاي، ولسه كنت هسألها لقيتها واقفة في وشي زي الطفل اللي لسه نازل من بطن امه. ساعتها حسيت بسخونة وصهد جاي من ناحيتها، وبعدها قالت لي تعالى معايا ما تخافش، احنا هنروح مكان جميل جدا. بس انا خفت وطلعت اجري. انا ما كنتش بجري زي الناس، لا انا كنت طاير من الخوف، وكنت حاسس انها بتجري ورايا وهتمسكني. وبعدها وقعت والازازة جت تحتي واتكسرت وعورتني، بس ما اهتمتش وقمت وكملت جري. وكنت حاسس ان المسافة بتطول وبقت اضعاف، لحد ما وصلت البيت لامي واترميت في حضنها وانا بترعش وبعيط. قالت لي مالك يا ابني في ايه؟ وايه اللي عك هدومك طين كده؟ وبعدين ايه الاحمر اللي على لبسك ده؟ قلت لها ده دم. وقتها صرخت وقالت لي دم مين يا واد انت اتعورت ولا فيك ايه؟ قلت لها وانا بعيط من الخوف انا عايز انام، غيري لي هدومي وسيبيني انام. وفعلا غيرت لي هدومي وانا عندي 13 سنة،
ما هو عادي يعني، دي أمي. وخدتني في حضنها ورحت في النوم، وكنت خايف أنام أحسن أشوفها في الحلم، بس الحمد لله ما جاتليش. والصبح أمي صحتني وقالت لي في إيه بقى احكيلي، وفعلا كنت هديت وحكيت لها على كل حاجة حصلت. قالت لي يا نهارك أبيض، دي عفريتة كاترين. استغربت وقلت لها كاترين مين دي ياما؟ قالت لي كاترين دي كانت مرات خواجة من بتوع زمان، وكانت حلوة بطريقة غير عادية، لدرجة ان كل ستات البلد كانوا بيكرهوها، وكمان بيخافوا على رجالتهم منها، لان بصراحة كده يا ابني كانت ست مش ولا بد ومش مظبوطة، وكانت بتعرف رجالة كتير من ورا جوزها. رديت عليها وقلت لها طبعا فجوزها عرف وقتلها صح؟ ردت عليا وقالت لي لا، جوزها معرفش انها تعرف رجالة عليه غير بعد ما ماتت. قلت لها طب امال ازاي ماتت؟ قالت لي كاترين في يوم من الايام كانت عند الساقية بعد العصر، والجاموسة كانت بتلف الساقية علشان تطلع مية. ما تعرفش بقى ايه اللي جاب كاترين ناحية الساقية الحديد اللي بتعبي المية دي، ووقعت في البير والجاموسة بتلف زي ما هي، واتفرمت كاترين وماتت في البير ده. جه عمك عزت معدي من هناك، لقى دم طالع مع المية، وكانت جزمة كاترين موجودة مكان ما وقعت. نده على كل الناس اللي حواليه ووقفوا الساقية وطلعوها ميتة ومتشرحة. ومش كده وبس، دي كان عظمها متكسر ومتدشدش، ودفنوها في البلد. ومن يومها بقى وعفرتها هو اللي بيدور الساقية بالليل، والناس بتصحى الصبح تلاقي الأراضي مليانة مية. بعدها أمي خدتني ورحنا لشيخ الجامع، وقرأ عليا قرآن لأنها كانت خايفة يكون حصل لي حاجة. ومن يومها ما بقتش بروح المكان ده بالليل نهائي، وحتى بعد ما كبرت وبقيت راجل كبير. السلام عليكم. القصة دي عن بيت إيجار سكناه في بداية التسعينات، وكان في منطقة تعتبر جديدة وتقريبا خالية من العمران. كنا في البيت ده ساكنين 3 عائلات، وهو بيت ضخم وكبير مكون من 8 غرف وبمساحة واسعة، وكان في مكان للرجالة مساحته كبيرة. وجنب البيت ده في مبنى تابع للبيت بس هو مش لازق فيه، كان مكون من دورين، والأرض كان عبارة عن مخزن وجراج عربيات. والدور الأول كان عبارة عن غرفة كبيرة مخصصة للشغالين. وقتها كان عندي حوالي 7 سنين، وكنت بستغرب من حاجات كتيرة بتحصل في البيت وما فهمتهاش بصراحة إلا لما كبرت وقالوا لي أهلي عن البيت وعن أسراره. البيت صاحبه من التجار الكبار في البلد، وكان البيت شبه فاضي طول السنة بسبب إن التاجر كان دايما مسافر، وفي سفرياته دي مراته وأولاده كانوا بيكونوا معاه أو بيروحوا بيت تاني لحد ما يرجع الراجل من السفر. وفجأة ومن غير سابق إنذار عرض التاجر البيت للإيجار، وكان بمبلغ رخيص جدا مقارنة بمواصفات البيت. وأجر أبويا البيت من مكتب عقارات، وتعتبر كانت صفقة ناجحة بكل المقاييس. وفي أول يوم كانوا بينقلوا العفش للبيت الجديد، وكان ورا البيت أرض فاضية. ولاحظوا إن في مجموعة من الكلاب السوداء كانت عاملة زي صف كده بشكل غريب، وكانت عيونها موجهة ناحية البيت. وكان تفسيرهم يعني بإن المنطقة دي غير معمرة، وطبيعي يعني وجود الكلاب فيها. بس الغريب إن الكلاب استمروا في وجودهم أكتر من نص يوم، ولما جه المغرب اختفوا تماما. فأول أسبوع في البيت وقت العصر بالتحديد اتحرقت ستارة أوضة أخويا من غير أي سبب يذكر. وكان بيقولوا إنه دايما قبل ما ينام بيشوف الكلاب السوداء من الشباك واقفين ورا البيت، وكان بيبص عليهم ويلاحظ عيونهم بتلمع، بس ما اهتمش بالموضوع خالص. واتكررت حكاية الحريق دي أكتر من 3 مرات في فترة صغيرة وفي نفس الوقت تقريبا. وكان تفسيرهم في البيت تفسير علمي بحت،
إن الإزاز كان بيركز أشعة الشمس على الستاير وبتتحرق. وفي يوم من الأيام لقينا الشغالة بالليل كانت في الحوش بتاع البيت، وكانت بتصرخ وهي بلبس النوم، وكان واضح جدا عليها الخوف. ولما سألنا مالها وإيه اللي حصل لها قالوا إنها مريضة وعندها صرع. وكنا بنصحى الصبح وقبل ما نروح المدرسة بندخل المطبخ نلاقي الكوبايات والأطباق متكسرة في الأرض، وكانوا بيقولوا لنا إن الشغالة بسبب الصرع اللي فيها هي اللي بتكسر الأطباق دي. ولأن البيت كان كبير فكنا إحنا الأطفال وقتها بنلعب لعبة الشرطة والحرامي بكل متعة. وأخويا اللي عمره 4 سنين ونص راح يستخبى في أوضة الشغالين، وبعدها رجع لنا بسرعة وهو بيجري وقال إن في الأوضة فيها غنم. رحنا للأوضة وإحنا فرحانين إننا هنشوف الغنم اللي بيقول عليه، لكن أهلنا منعونا من دخولها. ولما سألناهم قالوا إن الغنم ده لعيد الأضحى، وكمان الغنم ما بيحبوش الأطفال وممكن ينطحونا ونتعور. المهم إحنا سكننا في البيت ده لمدة 2 سنين كاملين، وفي يوم وليلة قرروا أهلي ينقلوا من البيت لبيت تاني، وإحنا الأطفال كنا بنحب البيت ده جدا ومتعلقين بيه. ولما سألناهم قالوا إن صاحب البيت محتاجه. أفتكر يوم ما طلعنا من البيت كان في قدامه كلاب سودا كتير بتبص علينا، وأهلي وقتها فضلوا يستغفروا ويستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. وبعد حوالي 20 سنة وبالصدفة كنا بنتكلم عن بيتنا القديم ده، وقد إيه إحنا الأطفال حبناه ونتمنى نسكن في بيت زيه. ضحكوا أهلي عليا وقالوا انتوا كنتوا أطفال وما تفهموش حاجة، بس البيت ده كان متروس بالجن. أهلي كانوا متحملين الوضع، لأنه على حسب كلامهم إنهم أصحاب علم وإيمان، وكانوا فعلا بيحصل لهم أذية في البداية من الجن، بس مع مرور الوقت يعني ابتدوا يتعودوا على وجودهم بكل هيئاتهم الممكنة. وعلى سبيل الذكر وليس الحصر، أبويا رجع من الشغل في ساعة متأخرة بالليل وراح يركن العربية في الجراج، ولما كان على وشك إنه ينزل منها عينه جت في المراية الخلفية، وقتها شاف وراه شخصين وفي لحظة اختفوا. وأمي كمان لما كانت بتروح المطبخ كانت بتشوف في حد شبهها واقف وبيختفي بسرعة. على الرغم من كل المعاناة اللي حصلت لهم، بس أهلي حاولوا كتير يتعايشوا مع الحاجات دي، بس خافوا أكتر عليا أنا وإخواتي فقرروا يسيبوه. مساء الخير عليكم جميعا. أنا واحدة مغتربة وبنزل لشقتي مرة كل سنة، ودايما أول أسبوع بتبقى الدنيا مش تمام، مع إن القرآن شغال على طول في الشقة. ومن حوالي 2 سنين كده نزلت مصر، وأول يوم نمت وصحيت الساعة 3 لقيت 3 أطياف لونهم أبيض كانوا خارجين ورا بعض من باب الأوضة. قلت يمكن متهيألي، وفضلت أقرأ قرآن طول الليل بس معرفتش أنام. وتاني يوم صحيت في نفس الميعاد بالظبط، كأن حاجة بتصحيني وفي نفس الوقت، وشفت نفس المنظر وكنت خايفة جدا، وخصوصا ان الجاسوم كان ملازمني طول اجازتي. وتالت يوم كنت نايم عادي، بس حلمت اني واقفة على باب شقتي وخايفة ادخل، وفي واحد صوته تخين كان بيتكلم من قدام طرقة الحمام، بس انا ما كنتش شايفاه. قال لي بقى انت خايفة تدخلي؟ طب تعالي. وحاجة وقتها شدتني وكأنها بتنزلني في دوامة لتحت بسرعة رهيبة، وانا قومت وصحيت من النوم. وبصراحة عمري ما نسيت الحلم ده بسبب اللي حصل لي بعدها، لان صحيت وحرفيا من كتر الدوخة والصداع حسيت بسقف الأوضة فوق راسي بالظبط، وكانت دماغي هتنفجر من شدة الوجع. وفضلت حوالي 2 ساعة مبرقة، ما كنتش قادرة أنطق ولا أتحرك من الوجع اللي في راسي. المعاناة دي فضلت تقريبا أسبوع، دماغي وجعاني وعايشة على المسكنات. وجبت أمي تبات معايا شوية، وكل يوم أشوف الأطياف البيضة دي حواليا لحد ما سافرت. السنة دي بقى
دخلت الشقة وفعلا ما كنتش مرتاحة نهائي، جاسوم ليل نهار في أي وقت أنام فيه. لفت نظري إن بقيت أسمع صوت بيتكلم جنب ودني وما ببقاش فاهمة هو بيقول لي إيه. وفي يوم حاولت أفتح عيني علشان أشوف الصوت ده مصدره فين. والله العظيم شفت رجلين ضخمة جدا، كأنه واحد لونه اسود ضخم واقف وايده جنبه، وملحقتش ارفع عيني لفوق واشوف وشه واختفى. انا شفته بعدها مرتين، وحرفيا الاجازة دي كانت 1.5 شهر، وما كنتش بنام من الجاسوم ومن الاصوات اللي بسمعها. مرة 2 ستات بيتكلموا جنبي، بس من طريقتهم اعرف انهم متضايقين مني، وما كنتش بعرف افسر بيقولوا ايه. ومرة صوت الراجل الضخم. وتقريبا كل اللي حكيته ده كان مجرد اختصار للحاجات اللي شفتها وحصلت لي. وبكده تبقى خلصت حلقتنا، وبشكر يونس الحداد على اعداد حلقة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير، واستنونا في حلقة جديدة من برنامج الحاكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.